أحداث فيلم النهاردة سنة 1920، والقصة دي بالفعل قصة حقيقية. بيبدأ فيلم النهاردة بثلاث اخوات واللي كان اسمهم ماري وآن واخوهم الولد جورج، وبيكون ابوهم جنرال في جيش الملك هنري الثاني. وكان بيحكي مع امهم اليزابيث ان بنته آن جاي لها عريس من عيلة كبيرة، وان هو رفض وعرض عليهم بنته التانية ماري لانه كان عايز يجوز آن من امير او شخص مهم في الدولة. وبعد سنين بيكبروا بيروح جورج وآن عند اختهم ماري، وكان يوم فرحها على واحد اسمه ويليام. وبنروح عند مرات الملك هنري وكان ملك انجلترا، وكانت بتعيط وزعلانه لانها تاني مره تفقد الجنين، وكانت بتقول لبنتها انها مش قادره تجيب وريث للملك، وكانت خايفه ان الملك يشوف عروسه تانيه تجيب له وريث. وكان في دينهم مفيش حاجه اسمها طلاق. وبيعرف الملك هنري اللي حصل وبيتاثر وبيكون حزين جدا. وبنروح على فرح ماري وعريسها ويليام، وكان بيسالها لو هي زعلانه انها ما اتجوزتش امير او حد منصبه كبير في الدوله، وجاوبته ان المهم انها لقت حد بيحبها وان المنصب مش مهم عندها، وبتكون مبسوطه وسعيده. وبيقول جورج لاخته آن ان في واحد ما نزلش عينه من عليها. وبيوصل فلوكي وكان اخو اليزابيث وخال الاولاد، وكان فلوكي شغال في القصر الملكي وقريب جدا من الملك هنري. وبيقعد مع توماس وسأله عن اخبار الملك، وبيحكي لهم عن اللي حصل وان الملك حزين جدا بسبب فقدانه الوريث لتاني مره. وبيقترح توماس على فلوكي خطه وانهم يقربوا بنته آن من الملك. وبتدخل آن عند اختها عشان تودعها، وكانت ماري فرحانه بجوازها، وكان ويليام بيحبها جدا وسعيد بيها. وبتروح آن على البيت وكلمها فلوكي عن الموضوع، وفهمها ان الملك بيدور على ست يحبها وتجيب له وريث، وقال لها ان ده هيفرق جدا مع عائلتهم ومستواهم الاجتماعي. وبتزعل آن لانها بتفهم ان الملك عايز واحده يحبها ويعيش معاها من غير جواز، لان عقيدتهم ما فيهاش جواز تاني. وبعد ما زنوا عليها واغروها بالسلطه والغنى بتوافق آن على الخطه بتاعتهم. وبيروح توماس عند اليزابيث وبيبلغها بالاتفاق، وكان كل مشكلتها ان زياره الملك هتبقى مكلفه عليهم ومش هيقدروا على مصاريفها، وكانت الزياره دي هتبقى بعد شهرين. وبعد كام يوم كانت ماري وآن بيتمشوا مع بعض، وقالت آن لاختها ان الملك هيزورهم قريب، وحكت لها على كل حاجه. وبعد شهرين وبيوصل الملك هنري على ارض الجنرال توماس، وكان توماس مستعد للزياره، وكانت آن بتجهز نفسها للمقابله ومع اختها ماري. وبيوصل الملك عندهم، وكانت آن مركزه معاه قوي حسب الخطه. وبيقدم توماس بنته آن للملك وبترحب بيه. وتاني يوم بيخرج الملك ورجالته على رحله صيد، وبتكون آن معاه. وابتدى هنري يعجب بيها لان آن كانت جريئه وما بتخافش. وبعد ما بيقضوا وقت في الغابة في رحلة الصيد بيرجعوا على البيت، وكان الملك هنري مصاب. وبيطلب فلوكي من ماري انها تعتني بالملك لانها كان عندها خبرة في الطب والعلاج. وبيفوق الملك وبيلاقي ماري قاعدة جنبه، وبيبان على الملك ان هو ابتدى يعجب بيها، وبيقول ان هو ازاي ما اخدش باله منها. وهي بتعالجه واخد باله من خاتم الجواز في ايديها، وبيسألها ان كانت متجوزة، وبتجاوبه انها متجوزة ويليام كاري. وبيسألها لو هي مرات ويليام ازاي ما بيشوفهاش في القصر بتاعه. وبتقوله ماري انها اتفقت مع ويليام انهم يعيشوا في القرية بعيد عن القصر، وانهم يعيشوا في المزرعه بتاعتهم احسن. وبعد كام يوم وكان الملك ماشي وبيسلم على توماس ومراته، وما بيسلمش على آن، وبيبص على ماري بصه غريبه وبيمشي. وبعد اسبوعين بيوصل رساله لتوماس، وهي ان الملك عايز ماري وجوزها ويليام يروحوا يعيشوا في القصر الملكي. وبكده الخطه بتاعتهم اتقلبت عليهم. واتفاجئت ماري طبعا من القرار، وكانت بتقول انها عايزه تعيش في القريه. وبيقول لها ويليام ان الملك اداله منصب كبير في القصر وانه ما يقدرش يرفض. وطبعا ابوها وخالها كانوا موافقين، وبيحاولوا يقنعوها ان كده احسن ليهم ولمستقبلهم. وما بتردش عليهم ماري، وبتكلم ويليام وبتقوله انهم لو عاشوا في القصر مش هتبقى معاه وهتكون دايما جنب الملك. وما بيهتمش ويليام بالكلام، وكان عينه على المنصب في القصر. وبتروح ماري عند آن وبتشرح لها انها ملهاش ذنب وانها مش موافقه عن اللي بيحصل، لكن آن كانت زعلانه وفاهمه ان ماري لعبت على الملك. وبعد كام يوم راحوا على القصر، وبتستقبلهم الملكه كاترين مرات الملك هنري، وكانت عايزه تعرف ايه سبب اختيار الملك ليها. وبتعرفها ماري انها ما عندهاش موهبه في الطب، وان في حاجه غريبه وانها مش فاهمه سبب وجودها في القصر. وفي نفس اليوم وكان في حفله في القصر بالليل، وكانت آن واقفه مع جورج وبتقوله ان في واحده حاطه عينيها عليه، وكانت البنت دي اسمها جين. وبيوصل الملك وبيقرب من ماري، وبيقول لها انهم لازم يقعدوا مع بعض. وبعد كده بتساعدها آن في اللبس رغم انها كانت حزينه، وبتاخدها واحده من الخدم عشان توديها اوضه الملك. وبيستقبلها هنري وبيقول لها ان هو معجب بيها وبجمالها، وانه لازم يفصلها عن جوزها ويليام، وانه هيعمل قانون جديد او اي راجل ديني يشوف له حل. وبتخرج من عند الملك وبيقابلها خالها وجوزها وابوها، وسالوها لو كان الملك راضي عنها. ولما زعلت ومشيت قال لهم فلوكي ان كده الخطه نجحت، وان ناقص بس ان ماري تعرف الكتابه والقرايه ونوع الموسيقى المفضله للملك. وكانت اليزابيث زعلانه ومش راضيه عن اللي بيحصل مع بنتها، وان ده مش من عقيدتهم، وان بنتها كده هتبقى زي الحيوانات. وما عجبهمش كلامها طبعا، وبتمشي من عندهم. وبيفكر توماس ان لو ماري خلفت من الملك هيكون هو وريث للعرش. وعدت الايام وبقت ماري على طول بتزور الملك في اوضته، وقال لها ان هو هيبعد ويليام عن القصر ويديله مهمات بره. وبتوافق طبعا ماري، وبتطلع آن من القصر، وكانت اتعرفت على واحد اسمه بيرس،
وطلب منها ان هو يتجوزها في السر وبتوافق. ولما بيعرف اخوها جورج بيروح وبيبلغ ماري وبيحكي لها عن اللي حصل، وبتتضايق ماري وبتقول لجورج ان اللي حصل ده مش شرعي لانه في السر. وبتروح ماري وبتبلغ ابوها وخالها، وبيتجمعوا العيله وبينفوا انا على فرنسا وبيلغوا الجواز لان فلوكي كان خايف على خطته انها تبوظ. وبتخرج انا وبتلاقي ماري في وشها وبتقول لها ان هي السبب وان هي اللي عملت كل ده، وقالت لها انها هتنتقم منهم كلهم. وبعد كام شهر بنعرف ان ماري حملت من الملك، وكانت اليزابيث زعلانه وبتقول ان اللي حصل ده مفيش عقل او دين يقبله. لكن توماس كان سعيد انه بيحقق احلامه لان الملك اداهم اراضي وفلوس كتير. وقعد توماس مع فلوكي واتفقوا انهم يرجعوا ان على القصر، وكانوا عرفوا انها هديت وعقلت في المنفى. وبالفعل بترجع ان وكانت مقرره انها تنتقم من ماري ومن عيلتها كلها. وبيعرف الملك انها رجعت وبيرحب بيها قدام الموجودين، وبيسالها عن سر ابتسامتها، وبترد عليه بلباقه وباسلوب جميل. وابتدى الملك يعجب من ثقافتها وطريقتها في الكلام. وبيقرر الملك يبعت لآن هديه لكنها بترفضها، ولما بترجع الهديه للملك بيغضب جدا. ودي كانت اول مره حد يرفض هديته. وبتروح ان تزور اختها ماري اللي كانت تعبانه بسبب الحمل، وكان ميعاد ولادتها قرب. وبتحس ماري ان ان رجع عشان تقرب من الملك هنري، وبيبعت الملك هديه تانية لآن وبرضه بترفضها. وقالت لاختها ان الملك مش في دماغها. وبيتجنن الملك وبيروح اوضه انا عشان يعرف سبب رفضها للهدايا. وبتقوله ان اختها حامل في الوريث وان هي الاولى بالهدايا دي، وان هو فضل ماري عليها وان الاوان فات وانه يطلع من اوضتها. لكن الملك بيرفض وطلب منها فرصه تانية وان هو هيقرب منها اكتر. وبعد كام يوم وكانت ماري هتولد وكانوا معاها في الاوضه، وبتدخل عندهم انا عشان تطمن على اختها. وبيروح لها الملك وبياخدها على جنب، وكان عايز يقرب منها باي طريقه. وبتقوله انها مش هتقدر تثق فيه لانه خان مراته. وبالفعل بتولد ماري وكانوا فرحانين، ولسه هيقولوا للملك لقوه بيبوس ايد ان، وبيتصدموا وما كانوش مصدقين اللي شايفينه. وبتنادي عليه ماري عشان يشوف الولد لكنه بيسيبها وبيطلع بره. وبيروح فلوكي وبيصرخ على ان وبتقوله انها امرت الملك يبعت ماري وابنها على القريه، وانه هيتخلص من الملكه ويتجوزها هي. وعشان الملك يعمل كده كان لازم يغير دينه. وبالفعل بيعمل كده وبتنفصل انجلترا عن روما، وطبعا ده كله بسبب ان. وبيتم تتويجها ملك على عرش انجلترا بعد ما اتجوزها الملك، وبقت بديلة عن الملكة كاترين. واللي حصل ده كان اول مرة يحصل في التاريخ. وبعد سنة بتولد ان لكنها بتخلف بنت، وبتحزن قوي، والملك كمان كان باين عليه الحزن، وطبعا كان عايز وريث. وبتكون ان مقهورة وزعلانة من نفسها وكانت هتتجنن، وكانت خايفة ان هنري يعمل معاها زي ما عمل مع مراته الاولى. وبعد كام شهر من الولادة وكانت ان حامل تاني، لكنها كانت خايفة تولد بنت، وبسبب القلق اجهضت. وفي الوقت ده كانت اختها ماري معاها، وما كانتش عارفة هتقول ايه للملك، وكانوا كلهم مستنيين منها الطفل. وكان الملك نفسه انها تخلف ولد وما يعرفش ان الجنين مات. وبتروح انا عند جورج وبتعرض عليه انها تخلف منه من غير ما حد يعرف، وبيوافق جورج. وبتشوفهم جين مرات جورج، لكن جورج قال لها ان هو مش قادر يعمل كده. وبتروح جين على الملك وبتحكي له على كل اللي سمعته وشافته، وبيعتقل الملك ان واخوها جورج. وفي المحاكمة الكل اجمع انها مذنبة، وبيتعدم جورج فعلا من غير ما يعمل حاجة. وبتروح ماري للملك وبتطلب العفو عن ان، وبيوعدها الملك ان هو هيعفو عنها. وبتروح لماري وبتطمنها. وتاني يوم جه جواب لماري من الملك انها ما تظهرش تاني في القصر، وتخلي بالها من ابنه الغير شرعي. وبيتنفذ الحكم على ان وبتتعدم فعلا. وبتدخل ماري على القصر عشان تاخد بنت اختها، وبتاخدها فعلا وبتخرج وبتروح بيها على القرية. وبما ان ابنها غير شرعي فمش هيورث العرش. وبتربي ماري بنت اختها اللي هي بقت الملكة اليزابيث الاولى وورثة العرش الشرعية، واللي بتحكم انجلترا لمدة 45 سنة من غير ما تتجوز. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.